ناس كتير بتسألني ينفع اتعلم برمجة من غير ما ادفع فلوس في كورسات غالية او دبلومات متخصصة. هقول لك ينفع جدا، وناس كتير عملتها ونجحت كمان. وعايز اقول لك ان انا من الناس دي. انا اتعلمت بطريقة مجانية تماما من كورسات على اليوتيوب، واشتغلت وخدت فلوس من غير ما ادفع فلوس وانا بتعلم. بس خلينا نكون متفقين ان الناس مش زي بعضها، يعني كل واحد وله تفكيره وعقله وقراراته. يعني في واحد ينفع معاه التعليم الذاتي او السيلف ستادينج، وفي واحد تاني خالص محتاج حد يوجهه ويقول له يعمل ايه ويمشي ازاي. وده اللي بنقول عليه موجه او منتور. انا كنت سيلف ليرنر وتعلمت كل حاجة من اليوتيوب او من مواقع تانية مجانية، وكل ده عن طريق البحث. بشوف ايه اللي انا محتاجه وببحث عنه، بشوف فيديوهات ومقالات وناس ليها علاقة بالحاجة اللي ببحث عنها علشان اكون صورة واضحة عن الكورس اللي انا هدرسه. والعملية دي طبعا بتاخد وقت كبير. وطبعا المنتور هتلاقيه في الكورسات المدفوعة اونلاين او اوفلاين، وبيكونوا ناس مؤهلين، وده طبعا من واقع خبرتهم في سوق العمل. وده احيانا بيأثر عليك المسافات كتير، لانك بتتعلم من واحد قضى وقت في سوق العمل فبيدي لك المعلومة على الجاهز. وبس كده، انت اختار بناء على وقتك وشخصيتك. لايك وفولو وتحول لمبرمج.